الفنون مش جنون مع عمر الفيومي على راديو كيميت، محطة على المحطة. أهلا بيكم في برنامجنا الفنون مش جنون. معاكم الفنان التشكيلي عمر الفيومي. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن فنان مهم جدا، هو الفنان محمود مختار. في أواخر القرن 19 اتولد واحد من أهم ورثة فن النحت المصري القديم، الفنان اللي اسمه لمع في سماء الفن بعد كده في العالم كله. كتير مننا ما يعرفش ان الفنان محمود مختار هو اللي عمل التمثال الرائع بتاع نهضة مصر اللي موجود دلوقتي قدام كوبري الجامعة وامام جامعة القاهرة. لما كان محمود مختار عمره 17 سنة التحق بمدرسة الفنون الجميلة العليا اللي كانت في الوقت ده بيدرسوا فيها مدرسين أجانب، وده كان سنة 1908، وهي دي السنة اللي اتفتحت فيها المدرسة. بعد كده سافر على حساب الأمير يوسف كمال اللي هو مؤسس أساسا المدرسة دي. في الوقت ده كانت باريس قبلة الفن في العالم، الأمير يوسف أرسله لهناك عشان يكمل دراسته في الفن، وهو في باريس عمل تمثال أو نموذج مصغر له اللي هو بعد كده اتنفذ وبقى تمثال نهضة مصر. نموذج التمثال عرضه في معرض باريس السنوي وفاز بالجائزة الأولى أو الميدالية الذهبية، ولما رجع مصر قرر إن هو ينفذه من الحجر الجرانيت الوردي، والناس اهتمت بالموضوع ده وعملوا اكتتاب وجمعوا الفلوس منها قروش وملاليم عشان يتعمل التمثال. وده كان أول تمثال وطني مصري صميم يعمله فنان مصري وينفذه في العصر الحديث. كان في نهضة في مصر حقيقية، وظهر حزب الوفد بزعامة سعد زغلول اللي نحت له مختار تمثال في القاهرة والتاني في اسكندرية ما بين سنة 1930 لغاية سنة 1932. وهو في باريس عمل تمثال لأم كلثوم وبرضه فاز بجائزة الصالون سنة 1925، وكان هو أول مصري يعمل هناك معرض خاص لأعماله. ومع إنه عاش حياة قصيرة إلا إنه عمل فيها أعمال مهمة جدا، منها زي ما قلت تمثال نهضة مصر وتمثال عايدة وكاتمة الأسرار والطاقية والخمسين. معظم الأعمال دي كان متأثر فيها بالنحت المصري القديم لكن بشكل حديث. تعالوا بقى نشوف شوية تمثال نهضة مصر اللي بنعدي عليه كتير من غير ما نهتم بيه. مختار مثل مصر كفلاحة واقفة مشدودة القامة ومعتزة بنفسها ومعتدة وبتلمس بإيديها راس أبو الهول وكأنها بتصحيه من نومه. لمستها دي بتدب في جسمه الحياة علشان ينهض من جديد وترجع مصر لعظمتها السابقة. أنا بنصحكم لو عندكم وقت تروحوا تشوفوا المتحف بتاعه اللي جنب كوبري الجلاء، بجد هتستمتعوا جدا بالأعمال بتاعته لأنها فيها اختلاف وجرأة. هو عمل تمثال لفلاحة بتملى مية من النيل مليان حيوية ونعومة، وتمثال الفلاحة اللي رايحة الأرض وهبوب الخمسين عليها بيعتبر من الأعمال المهمة جدا والجميلة جدا. بكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة. كان معاكم عمر الفيومي على راديو كيميت، محطة على المحطة. كنتم مع الفنون مش جنون مع عمر الفيومي على راديو كيميت، محطة على المحطة. راديو كيميت، محطة على المحطة.